كده انا صحيت وفطرت زي ما هتشوفوا الفطار. مش عارفه اوريهولكوا دلوقتي ولا امتى، مش مركزه خالص. ظبطت الموبايل التاني على ما كانش لسه اتحدث على الساعه القديمه، وقمت متاخر عن الميعاد آه، اللي انا المفروض اصحى فيه. وحماية رن عليا دلوقتي انا نازلاله. جوزي الحمد لله وصل من قيمة 3 ساعات. آه، بوريكوا حالي بعد السفر. آه، في حاجة عايزة اسألكوا عليها وتقولولي لو حد يعني بيحصل له كده ولا لا. انا لما بسافر او اغير جو في اي مكان جسمي بيورم. انا مش عارفة ايه السبب. اوقات كتير كنت اقول ممكن تخنانة شوية، اوقات كتير اقول مثلا حساسية، اوقات كتير اقول يعني مثلا اي حاجة غريبة، لدرجة ان الناس ابتدت تلاحظ. يعني اخوات جوزي كانوا معايا في السفر، كانوا بيقولوا لي ان وشك وارم، وانا وشي وارم. هو هدي يعني ما كنت هناك، وهتلاحظوا في الفيديوهات باين جدا وانا صاحيه من النوم لما كنت بوريكم في الفيديو اللي فات. عايزه اقول لكم انا خالعه الحاجه بتاعتي، مش قادره البسها. الخاتم ده كان واسع عليا، بصوا يعني بيتخلع بالعافيه. مش عارفه ايه السبب. لو حد كده ممكن يقولي كشف ايه او ايه المشكله اللي عنده بمجرد ما بركب يعني المواصلات وامشي. رجلي كانت ورمه جدا، وجسمي يعني البنطلون اللي انا كنت لابساه الاسود اللي انتوا شفتوه ده، آه، كنت قايساه قبل ما امشي، كان قافل عليا وكان واسع. انا قفلته عليا بالعافيه، بالمعنى الحرفي انا قفلته عليا بالعافيه، وكان عامل زي حز في بطني كده. فانا مش عارفه بصراحه ده ايه. قولولي لو في حد كده او بيحصل لكم اللي بيحصل لي ده، عرفوني. ولو حد كشف وطلع معاه ايه يقولي برضو. وبس. لو جيت وعملت اي حاجه في تفاصيل يومي تاني هقول لكم. انا غسلت بس، وهنشر دلوقتي بس. اذكر كام بس اتقالت في المقطع ده. بس شفتوا. باي. الفطار اللي عملته اهو اول لما قمت، عشان انا اليومين اللي قعدتهم في البلد انا خربت الدنيا، ما كانش ينفع اعمل رجيم خالص هناك. فده الفطار اهو، لان اي لقمه هناك يعني بصوا دهون بس. اول حاجه هعملها من بعد ما صحيت من النوم، من بعد ما جيت من السفر، الغسيل اهو. الغسيل يا جماعه، الغسيل اهو. ولسه في حاجات هفضيها غير الشنطة اللي جوزي هيرجع بيها، اللي انا وريتها لكم انا بعبيها دي من السفر. بس الحمد لله الدنيا زي الفل. بصوا هنا كده مكان ما رجعت وحطيت الحاجة هنا عشان تبقى قريبة للغسيل، انما كل حاجة زي الفل. الدنيا والبيت الحمد لله زي الفل اهو. وهنا كمان الدنيا زي الفل، والحوض نضيف والبوتاجاز نضيف والحمامات نضيفة والدنيا زي الفل. دي احسن حاجة اللي كنت بكلمكم عليها. يعني انا رجعت نايمة من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 6 المغرب، لا سوري من 7 الصبح، وعايزة انام تاني. مش قادرة، انا حتى مش قادرة اطلع لكم بوشي من شكلي اللي تعبان. فالحمد لله على كل حال، رحنا وجينا بالسلامة، ودي اهم حاجة. بس كده. عايزه اقول لكم انا كنت بتحرك وانا عامله زي الروبوت. انا مسرعه الفيديو، انا مش مسرعه الفيديو هتتصدموا من الحركه بتاعتي. يعني يمكن انا دخلت عليكم الفيديو من غير صباح الخير حتى ولا ازيكم ولا اي حاجه، ودي حاجه اول مره اعملها. غسلت طبعا لان كانت معايا هدوم
وكانت لازم تتغسل. لميت كل حاجة بقى احنا لبسناها واستخدمناها، الشنطة اللي كانت معايا واللي كانت مع جوزي، وغسلت كل حاجة علشان خاطر ما كانش هينفع اسيب الغسيل، يعني الغسيل بيتكاثر لوحده. بعدين عايزه اقول لكم حاجه يا جماعه، في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ داخلين في كومنتات نازلين عليا كلام، بتصوري نفسك بتصوري نفسك. طب هو انتوا يعني انتوا بتقولوا لي من غير ما تزعلي، وانا كمان عايزه ارد عليكم من غير ما تزعلوا، اني عايزه اعرفكم ان في حاجه احترام خصوصيه الغير. يعني انا ببقى في مكان بشارككم بيه وعايزه اصوره لكم، بس حواليا ناس مش عايزه تتصور، فبالتالي بجيب الكاميرا عليا. ليه نازلين عليا ومقيمين الحد كده في الكومنتات؟ ليه يعني؟ مش فاهمه. واللي داخلين يقولوا بتصوري نفسك، لا حضرتك او حضرتك دي قناتي، لو مش واخد بالك اسمها يوميات مرمر، يعني دي بتاعتي اللي هيظهر فيها انا، واللي هيظهر فيها هيبقى باختياره، مش هبقى غصباه او جبران انه يظهر معايا. انا اتصدمت من كلامكم يا جماعه بجد. انا بطلع بقول لكم بكل محبه وبديكم المعلومه، ليه داخلين عليا بالشكل ده؟ يعني ليه بجد؟ اللي قال اللي حب ينتقد باسلوب مهذب انا احترمته، بس انا مش فاهمه ليه بتصوري نفسك. يعني ايه الجمله دي؟ انا مش فاهماها بصراحه. يعني ايه ليه بصور نفسي؟ عايزين اصور لكم الناس؟ طب ما في ناس مش عايزه تتصور، ليه مش مقدرين حاجه زي كده؟ استغربت بجد، بجد استغربت. عامه انا ما زعلتش، بس انا حبيت ارد عليكم عشان تبقوا فاهمين. القناه دي انا اللي بظهر فيها، عارفين يعني ايه انا اللي بظهر؟ مش حد تاني، فطبيعي انكم ما يبقاش في حد في الفيديو غيري، ولو حد حب يطلع برضه هيطلع بمزاجه، مش هطلعه غصب. زي ما انتوا شفتوا الدير كان متروس ناس، لو كان الكاميرا او في الفرح نزلت على حد شفتوا في حواليه ناس كتير. فبلاش كده يا جماعة، بلاش بعد اذنكم. مش عايزة اسيب الفيديو وامشي، انا كده كان بالليل كنت فوق شوية وكانت البيبان عايزة تتلمع ومضايقاني وقاعدة حطاها على قلبي، فقلت لا قومي اعمليها حتى لو اتسندتي. زي ما قلت لكم جوزي مشي في نفس اليوم ده، زي ما شفتوا حضرت له الشنطة. هنا كده جبت الملمع الجديد بتاع الخشب بتاع فريدة ده وقلت اجربه. هو بصوا هو جميل جدا جدا وبيلمع وبيحافظ، بيسيب طبقة كده فترة طويلة، بس عايز القماشة ما تكونش ناشفة، لانه بيطبع وهو تقيل، عامل زي قوام تقيل كده شبه اللبن بالظبط، اللي هو اللبن الحليب. بصوا التلميع بتاعته بتظهر الحاجة وبيحافظ على الحاجة، التلميع بتقعد فترة طويلة ماسكة نفسها يعني، والمكان بيبقى شكله حلو. فلو حابين تجيبوها هاتوه، ده رأيي فيه. يعني القماشة اللي تستخدميها تكون مندية كده، هيعجبكم اكتر. خلصت كده البيبان كلها، كمان دخلت على باب الشقة قلت يلا بينا، علشان اشمعنى يعني باب الشقة، رحت واخداه كده وملمعاه. عايزه اقول لكم رجع جديد، التراب كان مبهدل. تعالوا اوريكم الحاجات اللي انا جبتها دي عشان انتوا حبايبي. بس ده ايه ده؟ ده افوكادو، بعشقه يا جماعه. خليه هنا، احنا ملناش دعوه بيه. وده المج بتاعي برضو ملناش دعوه بيه. هو اللي انا اوريهولكوا ده انتوا سالتوني عليه قبل كده اهو. بصوا بعتذر يعني على الصوت اللي في الشارع عشان ده افتتاح، ربنا يوسع على الجميع يا رب. ده الملمع بتاع الشوز والشنط والكنب والجواكت، بس انا بستخدمه للشوزات. ده سعره 35 جنيه من عند كوكو. استنى افتحه واوريه لكم من جوه. اهو شكله من جوه. الكيس فيه 8 بيس اهو. اللي انا كنت جايباه كان البيسز اللي فيه كانت على بعض 8 قطع اهم، علشان لما تيجي تفتحي واحد ما تلاقيش بقية الكيس نشف،
يعني مثلا هنا كده دوت يا دوبك 8 قطع، لو هتستخدمي في المرة قطعتين او 3 على مرتين هيكون خلص، فمش هيلحق يكون نشف. اهو كله كده في 10 قطع من دي، القطعة الواحدة فيها 8. فعايزة اقولكوا حلو جدا ورخيص جدا جدا. عملت حملة امشاط، لان انا كنت لسه جايبة مشاط، بس انا اللي مشاط اول باول برميها بصراحة، يعني معرفش بحسها عشان يعني الشعر مع كل فترة بيبقى فيه مثلا قشر، مع كل موسم يعني في حاجة، فانا بحب ارميه. المشط ده شكله عجبني، بصوا من فوق عامل ازاي، كمان ناشف قوي فعجبني مش هيتكسر اهو، كيوت قوي. كان بكام؟ ب17.5. كمان جبت التحفة ده، اول مرة اشوف حاجة كده، اول مرة اشوف الحجم ده يا جماعة. بصوا شبه الساطور يعني، بصوا حتى كمان في نفس الحركة بتاعت الساطور. وده كان ب10 جنيه، برضو ناشف يعني، مش اللي هو بيروح ويجي معاكي في الشعر كده ويتنى. والسنون بتاعته طويلة يعني، الناس اللي شعرها غزير فتجيبها من جوه. انا جبته عشان عجبني شكله بصراحة. جبت تاني بس خلاص، مجبتش غير دول، فانا قلت كل حاجة هجيبها اوريها لكم. ده من عند كوكو، ربنا يفك ضيقته يا رب. ادعوا له يا جماعه من خلال الفيديو ده، هو وسلطان، عشان هم مظلومين، ربنا يفك ضيقتهم. بس هم ده العشاء بتاعي اهو. هتعشى بالعشاء ده عشان ماليش نفس اكل. لما جوزي بيبقى مش موجود ببقى مش مركزه مع الاكل خالص، ببقى مش عايزه اكل اصلا. فانا بحب الفاكهه جدا، بالذات بتاعه الصيف، علشان بتاعه الشتاء بزهق منها بسرعه عشان كلها حوامض. فانا بحب الخوخ جدا، يعني طول الصيف بجيبه. وكمان الكنتالوب باكله، فقلت اتعشى بدول، والحمد لله على كده. واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة. ده شكله اهو، علشان اللي هيسألني، هو تقريبا مش عارفة بريحة العود تقريبا. جميل وقوامه حلو قوي، بس قوامه شبه اللبن كده، تقيل وحلو جدا بصراحة. بس انا رحت جبت قماشة ومندية خطيرة، هو فعلا عايز قماشة مندية. جميل قوي، هيعجبكم، جربوه، بيسيب لمعة جميلة وكمان ريحته تحفة. كمان بلمع بيه الخشب ده زي ما شفتوا. وبالنسبة للخوخ قلتولي بيعمل وهو نازل جديد بيبقى مش حلو وكده، وممكن يعمل نزلة. بصوا انا بجيبه وبغسله بخل كذا مرة. بصوا الخوخية اصلا شكلها عامل ازاي. انا معدتي حساسة جدا، واللي عارفني من بدري بيجيلي تسمم من اقل حاجة. فما تقلقوش لو حابين تجيبوها طول اولادكم، اغسلوه بس كويس. وربنا يحفظنا كلنا يا رب. يكون عجبكم الفيديو، وهسيبكم بقى هروح انام علشان انا جبت اخري النهارده. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.